ها هي المقيله ديالي وجدات، زدت ليها واحد جوج بيضات. البيض كنديرو باش كيابسوربي ليا هذيك لاسيديتي ديال المطيشه، ديك الحموضيه ديال المطيشه كينقص منها. واحد الرشيشه ديال الربيع من الفوق، والله يجعل البركه. الا وليداتك ما كياكلوش الكل الخضراء جربي هذه الطريقه هذه. انا كنديرها مع الكفته، كناخذ الكفته كندير نحك معاها شويه ديال سميتها كورجيت، شويه ديال الخيزو، شويه ديال اللفت، وكنقطع معاها شويه ديال القزبر معدنوس غير شويه، وكندير العطريه، الملحه، البزار، الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره. كنخلط هادشي كامل وكندير كويرات صغار وكنقاد بهم احسن مقيله ديال الكفته اللي كتوجد خفن زربن. ها هي الكفته ديالي من بعد ما خلطتها، ديك الخضيره تقريبا ما كتبانش، وهادشي اللي كيشجع الوليدات انهم ياكلوها. درت دابا المقله ودرت فيها هذا البصله، ودرتها كتشحر مع واحد شويه ديال الزيت، واحد شويه، حيت كيف ما كتشوفوا هاد الكفته عندي فيها الشحمه، يعني غتطلق ليا اليدان. دابا غادي نزيد واحد شويه ديال لاصوص طوماط على هذيك البصله، وعاد غادي نستف الكويرات ديال الكفته. هنا كما قلت لكم شلطت بصيله، درتها تشحرات، ومن بعد زدت عليها لاصوص طوماط. انا عندي لاصوص طوماط جاهزه هي اللي استعملت. حيت هاد المقيله هذه دايره خفن زربن. هذيك الكفته هي راه استفتها في المقله ديالي. درت هنا واحد الوريقه ديال سيدنا موسى، درت هنا واحد الحاره وزويتينات، ودابا غنسد عليها ونخليها طيب. ها هي اختي بلاكز وجديها بالزربه، احسن لك من الماكله ديال الزنقه ب1000 درجه. عارفه شنو درتي فيها، وصحيه، غتبقى معاك اقتصاديه، احسن من انك تكوموندي شي حاجه تسري الفلوس وتضيعي صحتك على والو. ها شوف هاد المقيله على مزيناتها. قلت لكم في الاول ما تكثروش الزيت، ياك ديروها شويه، لان هاد الكفته فيها شويه ديال الشحمه، كما كتشوفوا راه كتبقى داك الليدان ديالها. ايوا هادشي كاين بالصحه والراحه.